اليوم سندخل في تفاصيل الدور الثمن النهائي. الدور الثمن النهائي برنامج الغد سيكون في 8 مباريات بالتمام والكمال. مواجهة ستجمع المنتخب السويسري بالمنتخب الإيرلندي، مواجهة أوروبية، اليابان، كوريا الشمالية مواجهة آسيوية، انجلترا تواجه النمسا، ومالي المغرب أيضا مواجهة منتظرة لكل العرب في هذه البطولة. مواجهة منتظرة لأنه نعرف جيدا أنه آخر نهائي لكأس أفريقيا في هذه الفئة كانت جمعت المغرب بمالي، والمنتخب المغربي فاز بصعوبة في المغرب بالركلات الترجيحية. لهذا مباراة منتظرة على كل المستويات بين المغرب ومالي. ترى حاولنا نكونوا سريعين مع الأسف كابتن رشيد، نحاولوا كل محلل يتحدث في مباراة فقط. باش نختم بالمباراة المنتظرة، هي مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي. منطقيا المنتخب المغربي يجب أن يحافظ على نفس التركيبة اللي لعبت أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، مع إمكانية استعمال عبد الله وزان لو يكون جاهز لهذه المباراة. سريعين في المغرب. ده سريعين في كل شيء. في كل شيء الحمد في لله. كل شيء سريعين. اكيد بانه حتى نعطي لكل ذي حق حقه. اكيد بانه وزان هو من صنع الهدف الذي اهل، ولكن اكيد تبقى، وذكرها كابتن محمد، يعني التدبير ديال اللاعبين حسب جاهزيتهم. اكيد بانه باها استدرك الموقف، ويعني والكوتشين بتاعه كان ممتاز في المباراه الثالثه. المباراه ديال اللي انتصر فيها 16 رغم بان الخصم ما كانش قوي، ولكن ابان بان هناك واحد النسق تصاعدي في المستوى. تغيرت المعطيات في مباراه كاليدونيا كلها. يجب ان يحافظ على الثوابت اللي نجح بها. مفاتيح النجاح كانت واضحه في هذه المباراه، واكيد بان وزان لما يكون يعني مش في جاهزيته 100%، اكيد بان دائما اعتبر ان لاعب منتخب مش لاعب دكه احتياط، خص نفس المستوى دكه الاحتياط يكون لاعبين، ولكن توظيفه هو اللي مهم. في اي وقت يمكن توظفه، لانه اطرح السؤال، لو دخل وزان منذ بدايه المباراه كيف تكون حالته البدنيه؟ صحيح، هتنزل. صحيح. واكيد ما لو تجي نفس الحاله يقدر ما يسجل. صحيح. لانه هذا الحين لازم توظيفه حتى يمكن يعطي الاضافه، ومش على وزان كل لاعبين، لان اللاعبين اللي لعبوا في الاول بلاء بلاء حسن، وكان هناك توازن يمينا بين وحدي وبين وحدي والداودي، وكذلك بين زكري وبين الظهير الايسر. واظن بانه هذا توابت كذلك في وسط الميدان. اكيد لو استمروا سيحصل ما هو العامل الانسجام ديال الفريق، والانسجام بدا كيحصل تدريجيا، فلازم الحفاظ عليه. واكيد بانه نبيل باها ادرك هذا الشيء، واظن بانه سوف يسلك هذا السلوك، وخصوصا وانه سيواجه منتخب مالي الذي لعب معاه اول شيء كاس افريقيا، انهزم معاه في كاس العالم في اندونيسيا، ولكن انتصر عليه، ولكن كانت مباراة صعبة بضربة جزاء فهذه مباراة تعد مباراة تعب بالنسبة للفريقين حتى نعطي كل ذي حقه. ولكن منتخب مالي له مفاتيح لعب قوية، والحين هي مكشوفة معروفة، كلنا نتكلموا على ديمبلي. صحيح، ولكن ستكون مباراة قوية جدا، لأنها مباراة ديربي، مباراة إفريقية، ومباراة إعادة لنهائي كأس أفريقيا الأخيرة مع منتخب مالي الحقيقة متألق متميز. لن تكون مباراة سهلة، ستكون أصعب المباريات للمنتخب المغربي في صورة التأهل في هذه المباراة. الحقيقة المغرب بإمكانها أن تذهب بعيدا في هذه الكأس العالمية. على كل هذا الجزء الأول الخاص بتقديم مباريات الغد. الآن سيكون معنا ضيف مهم، باعتبار المنتخب المغربي يشرف كما يجب العرب، مثل ما شرف المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي، بطل العالم منتخب الشباب، الآن منتخب الناشئين، المنتخب العربي الوحيد الذي يصل إلى الدور الثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم. بعد قليل سيكون معنا السيد جمال كعواشي، وهو رئيس وفد المنتخب المغربي للناشئين في هذه الكأس العالمية. إذا نعود مع ضيف الليلة بالنسبة لقطر 25. ضيف الليلة هو رئيس الوفد المغربي بالنسبة لهذه الكأس العالمية للناشئين، السيد جمال كعواشي. سعيد جدا بوجوده معنا في هذا البرنامج. سيد جمال أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين قناة الكاس. بداية سيد جمال، الحقيقة نريد أن نثمن عمل الاتحاد المغربي لكرة القدم في الفترة الأخيرة. دائما نتحدث، ولكن الحقيقة واضح أن هناك استراتيجية واضحة بالنسبة للمملكة المغربية بشكل عام، ليس فقط لأنه واضح أنه في إرادة سياسية أيضا حتى تتحقق هذه المكاسب. إلى حد الآن أعتقد أنه ليس بصفة اعتباطية أن المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم في قطر بالنسبة للأكابر، ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية، والحقيقة كان ممكن يكون أكثر من ميدالية برونزية في تلك الألعاب. أيضا كأس العالم للشباب، منتخب المغربي بطل العالم، الآن في ثمن نهائي كأس العالم بالنسبة للناشئين. أعتقد هناك استراتيجية واضحة بالنسبة للمملكة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم. هو فعلا أولا هناك إرادة ملكية. الإرادة الملكية
وفعلا كاين هناك بطبيعه الحال تفعيل واحد الاراده الملكيه بواحد الاستراتيجيه، وهذه الاستراتيجيه هي اللي راك كتعطي الاكل ديالها، واللي بدات هذه عده سنوات. يمكننا ننطلقوا ربما الانطلاقه من 2014 الى الان 2025، هذه شي 11 سنه. وفعلا انه هذه الاستراتيجيه هي كيفاش كتكون في الاستراتيجيه اللي كاينه. فعلا اولا بدينا بدال المغرب اولا بالبنيه التحتيه، شيء اساسي. وهذه البنيه التحتيه هي اللي عطات واحد الارضيه صلبه باش يكون هناك اقلاع فعلا ديال كره القدم المغربيه. وعند الحال ما تسطرت واحد السياسه رياضه من طرف واحد المديريه التقنيه، وهذه المديريه التقنيه اللي لعبت واحد الدور مهم في اولا في تطوير كره القدم، وكذلك في قضيه المنتخبات الوطنيه، لانه الهدف من هذه الاستراتيجيه هو انه الاشعاع اولا، وكذلك فرض السيطره ديال المغرب على المستوى القاري اولا، وبعد ذلك على المستوى الدولي. وهنا كتبان الا شفنا القضيه الانجازات اللي وقعت على مستوى اولا الاكاديميه ديال محمد السادس اللي لعبت واحد الدور كبير. انا باش نجيك لاكاديميه محمد السادس، لانه تحدثت انت على البنيه التحتيه، لانه واضح انه في عديد من الجوانب اللي طورت في المغرب البنيه التحتيه، ونشاهد المغرب ستنظم كاس العالم لكره القدم 2030، لانه كاس افريقيا اصبح تحصيل حاصل بالنسبه للمغرب، يعني امر هين بالنسبه للمغرب. ولكن بالاساس اكاديميه محمد السادس، لانه اكاديميه محمد السادس تشعر انه هناك استثمار كبير في هذه الاكاديميه، لانه بطل العالم منتخب بطل العالم للشباب اعتقد 11 لاعب من اكاديميه محمد السادس. الآن نفس الشيء، هذه الأكاديمية بدأنا نجني ثمار هذه الأكاديمية بطريقة واضحة الآن وبصفة عالمية، لأنه قبل ممكن المغرب كان يستقطب اللاعبين اللي خارج الحدود، الآن ممكن المغرب ستكون عملية عكسية، سيصبح يصدر من خلال أكاديمية محمد السادس. فعلا هو أولا النواة الأولى هي الأكاديمية محمد السادس، ولكن الآن إلا شفنا التركيبة اللي موجودة الآن في 17 سنة ما بقاتش غير اكاديميه محمد الخامس. كاين بعض الاكاديميات اخرين اللي تنشئوا، ومن بينهم الاكاديميه ديال الانديه، ومن بينهم غادي نشوفوا نهضه بركان، كاين جوج ديال اللعابه، كاين في الفريق الفتح الرباطي، كاين الجيش الملكي، كاين الوداد، حتى هادو ولاو عندهم اكاديميات زائد اللي كنتكلموا على المراكز الجهويه اللي تابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، انما ولات في نهار البدايه بمركز واحد هو مركز محمد السادس، ولكن التفرعات ولات مراكز على المستوى الوطني او على المستوى الانديه، وكذلك مراكز جهويه. لحد الان عندنا 3 مراكز جهويه، والعام الجاي ان شاء الله غادي يزادوا 3 مراكز جهويه اخرى. واضح. قبل ما نمشي للتقرير خاص بالمنتخب المغربي في هذه البطولة، نتحدث عن البطولة فقط بصفة سريعة، لأنه نقطة مهمة جدا. المنتخب المغربي تقريبا الآن هو المنتخب العربي الوحيد الذي ممكن كسر الحاجز النفسي، الحاجز المعنوي مع المنتخبات العالمية. المغرب تشعر الآن أنه أمر عادي أن تفوز على البرازيل، أن تفوز على إسبانيا، أن تفوز على إيطاليا، أصبح أمر عادي بالنسبة لكرة القدم المغربية، لأنه ولا ترسيخ واحد الثقافة داخل المنتخبات الوطنية. شنو هي هذه الثقافة؟ هي ثقافة الانتصار. اللاعب الآن اللي كيحمل القميص الوطني جاي ماشي أنه غير باش يشارك، وإنه باش يتوج بلقب. اذا ولات الفرق الوطني عندها شخصيتها، وتفرض هذيك الشخصيه داخل المحافل المباريات الدوليه. وهذه الثقافه ولات مرسخه عند جميع اللاعبين ديالنا في جميع الفئات العمريه، انه جاي باش يحقق الانتصارات ويحقق بطبيعه الالقاب. وهذا ما شاهدناه الحقيقه. يبدا بقطر 2022 شاهدنا انتصارات على البرتغال وعلى اسبانيا، شاهدنا منتخب الشباب اسبانيا والبرازيل وكل المنتخبات تقريبا، وهذا مهم جدا. سأبدأ من النقطة التي ختم بها محمد علي بوكما، السقوط ثم النهوض وقوة الإرادة. هذا مهم جدا، لأنه واضح من البداية كأنه في ضغط كبير جدا كان مسلط على هذا المنتخب باعتبار النتائج المحققة عند البقية. لأنه تعرف أستاذ جمال صعب جدا أن نجي منتخب الشباب فاز بكأس العالم، المنتخب الأولمبي ميدالية برونزية، كل الفئات تحقق في نتائج كبيرة، فهذا ممكن يولد ضغط لدى هذا المنتخب. وفعلا كان عليه واحد الضغط كبير جدا.
خاصة بعد الألقاب اللي وقعت وخاطر كأس العالم ديال اللي قل مع 20 سنة، مع قبل 16 أو قبل 17 سنة كعرف النفسية ديالهم ماشي إنسان واحد اللي يكون بحال شي واحد اللي يكون كبير، ولكن فعلا وقعت الهزيمة الأولى والهزيمة الثانية واللعابة حسوا لصانهم بواحد الإحباط كبير، ولكن بحكم الستاف اللي كان موجود وعرف كيفاش يولي يهيئ اللاعبين من الناحيه البسيكولوجيه، وصل حتى على مستوى التكتيك يعني تبارك الله. كانت النتيجه وعرف كيفاش يولي يلعب في المستوى الحقيقي ديالو، لان في المقابله الاولى والثانيه ماشي داك هو حتى حنا ما عقلناش على ذاك الفريق. رجع لثوابت كاس افريقيا تقريبا نبيل بها، وماشي يدخل حتى هو يدخل في لا كومبيتيسيون، صافي يدخل لا كومبيتيسيون ولا يلعب المؤهلات اللي موجوده عند الفريق. ونظن بلي انه الان صافي خرج من هذاك الضغط وراه دخل المنافسه بشكل كبير. غدا سيكون الموعد امام مالي، لعبتوا نهائي كاس افريقيا امام مالي، تعرفون جيدا هذا المنتخب. ماذا ننتظر من مباراه الغد؟ هو المقابله هو المالي ماشي فريق سهل، هو فريق جيد، والمغرب بطبيعه الحال تكون مقابله قويه جدا، واعاده النهايه ديال كاس افريقيا، وحتى النهايه اللي كانت في افريقيا اللي كانت في المغرب كانت صعيبه بزاف، ونظن حتى غدا غادي تكون مقابله صعيبه، ولكن بالاراده كما باقيه الاراده عند اللعابه ديالنا، وعندنا ثقه كبيره في اللاعبين وانهم غادي نكسبوا هذه المباراه ان شاء الله. وهذا ما نتمناه باعتبار المنتخب المغربي هو ممثل العرب في هذه الكأس العالمية، نتمنى أنه يذهب بعيدا في هذه الكأس العالمية، إن شاء الله يفوز على مالي، ثم تجي البرازيل أو تجي مش مشكلة تجي فرنسا تجي البرازيل، إن شاء الله المنتخب المغربي يكون جاهز كأفضل ما يكون. نختم معك بالنسبة للبطولة بشكل عام، كيف شاهدت الأجواء؟ لأنه بطولة لأول مرة في شكل مهرجان، لأول مرة بشكل جديد، 6 ملاعب، مساحة جغرافية صغيرة، كيف شاهدت هذه الأجواء؟ أولا هي تجربة فريدة من نوعها، كما قلنا ما احناش عايشين في بطوله، من عايشين في واحد المهرجان، وان 4 تاع المقابلات في نفس الوقت وفي نفس الفضاء، شيء جميل جدا. على كل استاذ جمال كعواشي، كنا سعداء جدا بوجودك معنا. شكرا. بالتوفيق ليك. شكرا. وايضا بالتوفيق للمنتخب المغربي. شكرا جزيلا استاذ جمال. شكرا. كابتن محمد، سويسرا ايرلندا. 1-0. ايرلندا 1-0. اليابان كوريا الشماليه كابتن رشيد. 2-1 اليابان. 2-1 اليابان. انجلترا النمسا كابتن محمد. انجلترا 2-0 لانجلترا. مالي المغرب كابتن رشيد. مش كلام. في توقعات؟ لا توقع حركه للترجيح اخر مره. هذه تيقولوا المدربين لا نوي بورت كونساي، يعني لازم انام في الصبح نقول لك اعطيني نتيجه. المغرب متاهل. اذا هذه توقعات الخاصه بالمحللين. وصلنا لنهايه برنامج كاتار 25 بالنسبه لهذه الليله. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، ان شاء الله غدا تكون حلقه خاصه والمغرب يكون متاهل لربع نهائي كاس العالم للناشئين. كابتن رشيد طوسي، شكرا جزيلا، كنت متألقا. شكرا على هذا المكان المميز وهذا التحليل المميز، واظن بانه لما قلت المغرب هينتصر لان هناك جانب ذهني قوي جدا، هذا ما نتمنى، هو الجمهور المغربي الذي يساند، وتعرف الجمهور له دور كبير. صحيح. ايضا كابتن محمد وهبه، دائما سعداء جدا بوجودك معنا كابتن. ليك حبيبي، ربنا شكرا جزيلا. اضافه قيمه لكابتن محمد وهبه، شكرا جزيلا ليك. هكذا وصلنا لختام هذا البرنامج. اجمل تحيات كامل فريق الاعداد، فايز ثروت، محمد علي بوكنا، اماني غانمي، ايضا طبيعي مخرجنا المتالق والمتميز على الدوام جاسم البوعنين. نلتقي دائما على قنوات الامتياز، قنوات الكاس. تصبحون على الف خير.